حسب حرفك مين بيكرهك. في الفيديو ده هعرفك مين بيكرهك حسب الحرف بتاعك، فما تقلبش الفيديو عشان انت عايز تعرف مين بيكرهك. في اشخاص كتير في حياتنا ناس وحشة جدا وبتكرهنا من غير سبب. انا بقى جاي اقولك مين الشخص ده عشان تخلي بالك، فقولي كده انت حرف ايه، وفي البداية صلى على النبي ويلا بينا. ولو انت بقى من اصحاب حرف الكي فخلي بالك جدا، لان اللي بيكرهك شخص منك. ايوه، شخص منك، شخص قريب جدا من العيلة. فخلي بالك لانه بيكرهك ونفسه يوقعك، فاحذر من الشخص ده. انا بنبهك، شخص عامل حبيبك وقريب جدا من العيلة بتاعتك. ولو انت بقى حرف البي فتعالى كده، عشان اللي بيكرهك زميل في الشغل او الدراسة، وسبب الكره ده بيحاول يثبت انه احسن منك لكن مش قادر. فخلي بالك من الشخص ده كويس جدا، انا حذرتك. ولو انت من حرف الاي خلي بالك اللي بيكرهك قريب من العيلة، وسبب الكره شايفك دايما ناجح ومحبوب، وده بيخليه بيحس بالنقص جنبك، وللأسف نفسه يشوفك واقع. فاوعى تديله الفرصة دي وتقع، خليك ثابت على مبدأك. ولو انت بقى حرف الدي اللي بيكرهك حد من العيلة البعيدة، يعني مش من عيلتك القريبة لكن ليك تعامل معاه، وسبب الكره ده بيحس انك واخد الاهتمام دايما، وهو لا، دايما شايفك انت صاحب القرار وشايفك ساحب الابتسامة الجميلة، فبيغير منك وبيكرهك كره جامد قوي. ولو انت من حرف الاي اللي بيكرهك حبيب قديم، ايوه للأسف حبيب قديم، وسبب الكره ان هو لسه مش قادر يتخطى وجودك في حياته. فخلي بالك عشان لو رجعلك هيكون راجع عشان ينتقم منك، فاحذر. ولو انت حرف الاف اللي بيكرهك صديق او صديقة كانت بتحب تتحكم فيك او كان بيحب يتحكم فيك، وسبب الكره ان انت ما بقيتش تسمع كلامه وبقيت اقوى منه بكتير، فبدأ ان هو يكرهك ويكرفلك، فخلي بالك. ولو انت حرف الاتش احذر، اللي بيكرهك صديق مقرب جدا ليك، وسبب الكره ده حس انك سبقته في كل حاجة فبقى يغير منك وفي السر. فخلي بالك من اصدقائك عشان انت تعبت كتير. ولو انت حرف الجي اللي بيكرهك حد من العيلة المقربة، فخلي بالك، وسبب الكره بيغير من حب الناس ليك ومن شخصيتك الجذابة جدا، احذر من الشخص ده. ولو انت حرف الار اللي بيكرهك قريب من الدرجة الاولى، وسبب الكره بيشوفك دايما بتضحك ومبسوط وده دايما بيستفزه، ناس فظيعة. ولو انت حرف ال اللي بيكرهك حد من العيلة او صديق الطفولة، وسبب الكره شايفك اتغيرت ومش زي زمان معاه فبدأ يكرهك جدا. ولو انت حرف الام اعرف ان في صديق بيكرهك وقريب جدا منك، وسبب الكره مش قادر يتحمل انك بتلمع اكتر منه وناجح وكل حاجة فيك احلى منه بكتير. ولو انت حرف الاس خلي بالك، لان اللي بيكرهك حد من قلب بيتك، بيكرهك جدا وبيحقد عليك، وسبب كرهه ان هو شايفك دايما انت الصح لكن دايما هو بيحبطك وبيقولك ان انت الغلط. ولو انت حرف الان اعرف ان في حبيب قديم او صديق سابق بيكرهك جدا، وسبب الكره شايف انك اتخطيته بسرعة وده وجعه اضعاف اضعاف، فعشان كده بيكرهك كره العمى. فخلوا بالكم، واللي ملقاش حرفه في الفيديو ده يكتب لي حرفه بقى في كومنت. وفي النهاية خلي بالك من الشخص ده لان الفيديو ده جالك كرسالة. وخلص الكلام، سلام.